السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم تقرب إلي. زين، احنا تكلمنا الحلقات الماضية انه اليوغا ما نريدها، نريد طريق يقربني على الله سبحانه وتعالى. اكو طريق اللي هو كيف تلتجئ الى سبحانه وتعالى. هسه اكيد واضح الصلاة والصيام هاي الموجودة عندنا بأي طريقة نأديها، لأنه الكثير من صلاتنا وصيامنا هي مو صحيحة. يعني عندنا بالأحاديث القدسية أنه قد تكون أبعدنا الله وإياكم عن هاي الحالة، أنه من تكمل صلاة العبد تلف بخرقة وتضرب بوجهه، لأنه كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينقر كنقر الغراب، يجي تشوف حركات على الصلاة يعني هم على قلبه. طبعا إذا صلى، هذا إذا ما صلى هذا موضوع آخر، عندنا حلقة كاملة عليه. ما يصلي أو يصلي متأخر، وكما قال السيد الإمام: قل للعمل عندي صلاة ولا تقل للصلاة عندي عمل. نأخر صلاتنا احنا والله عندي شغل ليش عندك شغل؟ ما هذا اتصالك بالله سبحانه وتعالى. هاي انت بالصلاة تكلم الله سبحانه وتعالى، وبالقرآن الله يكلمك. انت من تريد تطب على ملك قد تاخذ موعد حتى يعطوك ملك، رئيس وزراء، وزير، قد تسوي واسطات وجد تتوسل وتلتقي به ويقول لك توقف هالقد مسافة وتكلم وعندك دقيقتين وخلص واطلع، وظل تتملق وما تحصل حاجتك. هو عبد ذليل مثلك. أما ملك الملوك سبحانه وتعالى فاتح لك بابه في كل لحظة، شو وقت تريد تخاطبه، شو وقت تريد تحكي وياه، شو وقت تريد تناجيه. ويوصون علماءنا إنه من تتكلم مع سبحانه وتعالى لا تحاول تتكلم بفصحى وكلام انت الفصحى مالتك ترفع وتنصب كيفك، لا، ما لك علاقة. تكلم يا باللهجة الجلفية مالتك، احكي يا، هو الحبيب العظيم. احنا نريد بهاي الحلقات نشوف شنو الطرق الإسلامية اللي عندنا اللي تقربنا من سبحانه وتعالى. طبعا اكو طريقتين، اكو الطريقة الصوفية عند اخواننا، واكو طريقة اهل العرفان، السير والسلوك اللي عندنا محبي اهل البيت. شنو الفرق؟ طريقة السلوك اللي عندهم، اللي طريقة الصوفية، جماعة ابن عربي وجماعته، وهسه هم خلاف على ابن عربي. احنا نحترم كل الآراء ونحترم كل الأديان، نحترمها، بس مو بالضرورة ناخذ بها. اكيد نحترمها، لأن احترام الرأي والرأي الآخر هو يعتقد هكذا هو الطريق إلى سبحانه وتعالى. ونحن عندنا أهل البيت سلام الله عليهم دلونا إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نفرق أنه طريقة الصوفية اللي هو يبتعد عن كل ملذات الدنيا، يعني تكون كأنما شلون إخواننا المسيح ويبتعد، والزهد الزائد. إحنا مو هيك، لا، إحنا لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إنه ما يصير إسراف وتبذير، وما يصير أذية للآخرين، وماكو أذية لنفسي. أتمتع بالحياة باللي رضا الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه. اللي راح يصير عندنا راح نشوف هذا الطرق بها مشاكل كثيرة، يعني طريق السيرة والسلوك وجماعة العرفان. ليش؟ لأنه مع الأسف الكثير من اللي يدعون موضوع السيرة والسلوك والتقرب إلى الله، وخاصة بالأيام هاي اللطيفة، الأيام العظيمة اللي أكو أيام متميزة على سبحانه وتعالى، يريد نتقرب بها إلى أكثر من الأيام الباقية، لأن يصير الأجر بها أكثر. ليش؟ لأنه هو أكو استعداد روحاني. أنت دائما من الأجواء مناسبة في مكان، ممكن تأخذ راحتك أكثر، ممكن تفرح أكثر، ممكن تعبر عن نفسك أكثر. الله خلالك أماكن، وخلالك غير الأماكن أزمنة، فأنا نستثمرها. طبعا من أهم الأزمنة هو شهر رمضان الكريم. شلون نستثمره؟ إنه إحنا نتقرب إلى سبحانه وتعالى. هذا التقرب اللي نريده باللي يرضي الله سبحانه وتعالى، بدون الخداع باللي يسوونه موضوع الدجل، لأنه هذا موضوع السيرة والسلوك وموضوع التقرب إلى الله. أكو لطيفة عند أهل السير والسلوك، يقول: من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. أنت يكون عندك شيخ، لا، وهذا الشيخ منه لازم الشيخ يكون فقيه، يكون جامع للشرائع، يكون يعرف الحق وين والباطل وين. مو هذه الادعاءات اللي تتقشمر الناس ودجل وكذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى باسم الروحانية. فأنت تكون كلش دقيق، تكون بالاختيار أنت تتبع منه. راح احنا نمشي اكثر شيء ذكره بالحلقات هو فد عالم جليل رباني، هو استاذ الفقهاء السيد علي القاضي. هذا استاذ الفقهاء. الحلقه القادمه ان شاء الله راح نعرف انه هذا السيد علي القاضي، حتى احنا هيك راح ننخبص به. نشوف ان شاء الله بالحلقه الجايه. تحياتي لكم.